بسم الله على بركة الله، عسلامة الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد بعد غياب، ان شاء الله يا ربي ما عادش نطول. حسيلو قولوا لي شنو رايكم في الصحيين هذايا المزيان المتحفن، صحيين يويو بعظمة واحدة، ساهل ما ياخذش الوقت، في ساعة في ساعة يحضر، بنين 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 برشا. والمكيال ان شاء الله بالمغرفة ساهل برشا، تبعوني وما تندموش. وكانكم اول مره تزوروني في القناه متاعي مرحبا بكم. ما تنسوش باش تعملوا ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نهبطه. ويلا نبداو نشوفوا المقادير والطريقه مع بعضنا. اول حاجه لهنا باش نجي نحضر الشحور متاعي اللي هو كيلتين سكر عليهم كيلة ماء وعصرة قارص. لهنا حطيت كاس سكر، باش نزيد الكاس الثاني، نزيد عليهم كاس ماء، وباش نشعل عليهم الغاز لين يذوب السكر متاعي من غير ما نحركوه، ما نمسوشه بالمغرفه. لهنا السكر متاعي ذاب كومبليتمون وبدا يغلي هاكا تشوفوا فيه. باش نحط عصره قارص ونعدلو بالضبط 10 دقائق ونطفي عليه. الشحور متاعنا ما يلزموش يجي عاقد برشا وما يلزموش زيدا يجي جري برشا. هنا الشحور متاعي سي بون حضر ديجا. كي تبدا السرفاس هكاكا كلها فقاقيع معناها راهو الشحور سي بون حضر طاب. نطفي عليه الغاز ونخليه على جنب. توا باش نجي نحضر البات متاع اليويو. لهنا خديت عظمه، حطيت العظمه متاعي، باش نزيد عليها 3 مغارف كبار سكر كيما حكينا المكيال بالمغرفه. نكمل نحط 3 مغارف كبار سكر، باش نزيد عليهم ساشي سكر فانيي، وباش نخلطهم بالفوي بالكدا بالكدا لين نحسك السكر متاعي ذاب. لهنا بعد ما كملت ركزتهم مع بعضهم بالباهي، باش نزيد 3 مغارف كبار حليب، بالطبيعة نفس المغرفة اللي نكيلو بها المكونات الكل. لهنا باش نزيد 3 مغارف كبار زيت. انا لهنا حطيت زيت زيتونة، تنجموا تحطوا زيت نباتي. نخلطهم بالباهي مع بعضهم باش يتخلطوا المكونات بالباهي. باش نزيد عليهم مغرفة كبيرة ماء عطرشية، تنجموا تحطوا ماء زهر، اما العطرشية تفوح اليويو بالكدا بالكدا حتى زهر زيادة. باش نجي نحط النواشف، باش نحط شتر باكو خميرة حلويات، وباش نزيد الفرينة. نتبع الفرينة بشوية بشوية، ما عنديش مكيال الحق متاع فرينة على خاطر الفرينة كل فرينة ونوعها، فما اللي تشرب برشا فما اللي لا. نتبعوا احنا بشوية بشوية ونلموا البات متاعنا، ما نعجنوش، نلموها لمين لين تتكون عنا بات طرية شوية ماهيش تتلصق كيف ما تشوفوا لهنا. باش نغطيها لهنا ونخليها ترتاح نصيف ساعة ومن بعد نرجع نشكلها. لهنا البات متاعي بعد ما خليتها ارتاحت شوية، باش نجي نحلها بالقلقال. باش نرش شوية فرينة، نرش شوية فرينة ونحطو زيادة شوية فرينة على البات وعلى القلقال باش ما تشدلناش البات. ونبدأ نحل فيها، ما نحلوهيش جويدة على الاخر ومش خشينة زايدة، باش تجينا الكعبة مزيانة ومتحفنة. لهنا القالب متاع اليويو ما لقيتوش، الله اعلم وين مشى، حسيلو ما نحيروش. لهنا خديت كاس بالطريقة هذه نعمل دوائر
وعندي دوي متاع قمع. وبالطريقة هذه شكلت كعبات اليويو متاعي باش نحطهم في طبق مفروش بشوية فرينة. نكمل البات الكل ومن بعد نجي نقلي كعبات اليويو متاعي. لهنا سخنت الزيت على نار هادية، لازموش سخون برشا، معناها على نار قوية، يلزم نار هادية. ونحط كعبات اليويو متاعي يتقلاو، وكل مرة ندورو الكعبة على الشيرة باش تجينا هكا مزيانة والكولور متاعها مزيان بالطريقة هذه. ما تنساوش ما تقويوش في النار برشا، نوسعوا بالنا. راهي والله روسيت سهلة على الاخر، بنينة برشا. ما تشدش برشا وقت، لخاص احنا تو في رمضان ماذا بينا حاجة حلوة وبنينة وسيرتو ما تشدش وقت. حضروها تك تك للسهرية، حسيلو تعملوا عليها كيف. ولهناك اول كعبتين هكا طابوا، شوفوا كزين وقت التحفين، حسيلو نودكم ولا نشهيكم ما شاء الله. نكمل نقلي كعبة اليويو متاعي الكل بنفس الطريقة. حسيلو كي تبدا ريتو كي تبدا كونتيتي صغيرة حتى الزيت ما يعملش شكل الكشكوشة، في ساعة نكملوهم فيت في. لهنا كملت الكعبات متاعي الكل، قليتهم في الزيت، شوفوا مزيانهم ومحلاهم. باش نجي توا نشحرهم ونزينهم. باهي بالنسبة للعباد اللي يحبوها الكعبة تبدا مشخشة هكا بالشحور، ماذا بيكم يبدا الشحور بارد والكعبة اليويو سخان، يعني ديريكت ملي تخرجوهم من الزيت تحطوهم في الشحور هكاك تجيكم شاربة الشحور بالباهي. وحصيلو كل واحد ذوقه. انا لهنا خليتهم يبردوا شوية، الشحور مازال دافي شوية. حسيلو ما نحبهاش تشرب انا كعبة اليوم، ما نحبهاش تشرب، نحبها جوست هكا تلق هكا من برا كيف ما تشوفوا، ومن بعد نرشها بشوية فاكهة. اللي يحب حسيلو يحبها شاربة الشحور يلزم حاجة سخونة، يا الشحور يا كعبة اليويو باش تشرب بالباهي الشحور، وكل واحد ايش يحب حسيلو. لهنا بعد ما كملت زينتهم بشوية لوز وشوية جلجلين هاكا جاوني صحنين ما شاء الله، معناها يكفوا ليلتين 3 4 انتي والعائلة. حسيلو رسيت سهلة برشا، بنين يتهرشوا محليش كان منهم. ننصحكم تجربوهم وتعطيوني رايكم وبسلامة.